دي المركب اللي بتربط بين مصر والسودان. في مركبتين شغالين على الخط ده، دي اسمها سينا والتانية اسمها صاج النعام. المركب دي بتطلع يوم واحد في الأسبوع، يوم الاثنين. للأسف ده الطريق الوحيد اللي يربط بين الإخوة في مصر والسودان، مفيش طريق بري خالص. شوفوا هنا المنتجات اللي بتطلع للسودان، من أول سلك المواعين، كوبايات، طقم الحلل، وكل أي حاجة. مفروض إن مصر تعمل الطريق اللي يربط بين مصر والسودان، أكيد هيؤدي لانتعاش اقتصادي وربنا يسهل إن شاء الله. مش ممكن يكون ده أو دي الطريقة الوحيدة اللي تربط بين مصر والسودان. والله أنا بزعل لما بشوف حاجة زي كده. على فكرة الطريق جاهز وتأجل افتتاحه كذا مرة، ليه مش عارف. لو أنا عندي قدرة هعمل سكة حديد، خط أسفلت، ويبقى انطلاقا من السودان يودي كل المنتجات المصرية لأفريقيا. دي نهر 7 من أعظم وأحدث الوحدات المصرية. ورحلة العذاب احنا قضينا دلوقتي 6 أيام وفاضل 3 أيام تانيين عشان نقطع مسافة 300 كيلو. يا رب الحكومة المصرية تكرمنا وترحمنا وتعمل لنا طريق يربطنا بين اخواتنا في السودان وافريقيا. راجل ماشي يا عم، الله ينور يا اخوان، الله ينور.